السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين تاعكم إلياس تيوب. إلا انت ولا انتي جديدة في هاد لاشين ما تنساش ديرنا جيم لهاد لا فيديو وابوني. شوفوا خوتي، هاد الامام الجزائري راه يعالج واحد الظاهرة راه منتشرة في المجتمع الجزائري، واللي هي خروج النساء ليلا خاصة في شهر رمضان. تبعوا لا فيديو حتى اللافا. وهذا الإمام بارك الله فيك ونشكرك على هذه التوعية. يوميا تخرج ليلا، واحنا عندنا النساء يوميا، والله لا عيب، والله لا عيب. يوميا النساء في الخارج. تقول لي تشتري كسوة العيد، على كسوة العيد عندها شهر كامل، عندها 10 أيام، عندها يوم واحد، والأفضل أن تذهبي نهارا. النساء بزحمة بكثرة يوميا، ويدخلون حتى الساعة 3 4 صباحا، وقد تجدها وحدها. ماذا تفعلين في الخارج؟ ماذا تريدين في الخارج؟ لهذا أهل العلم جعلوا ضوابط. قلنا الضابط أول أن لا يكون شهوة وديدنا وعادة، لأن المكان الأصلي للمرأة هو رعاية الزوج وتربية الأولاد. والأمر الثاني أن تخرج بإذن الزوج، أن تخرج بإذن الزوج، بين قوسين إذا كان يحكم. هذا الشرط السادس اسمعوه جيدا، يقع فيه بعض النساء: ألا تركب مع صاحب طاكسي ليلا لوحدها، لأنه وقت ريبة ويعتبر خلوة. قلنا لا ننكر الخروج، ولكن لما يصير عادة وشهوة وديدا هذا إشكال، هذا إشكال. تخرج المرأة ليلا لا تبالي، تخرج ليلا. والعرب كانت تذم المرأة الخراجة الولاجة. نحن من نتحمل المسؤولية، والرجال من يتحملون المسؤولية، لأننا لم نفتح المجال للنساء في المساجد والدروس، صار عندهم غفلة.